السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ اخباركم عاملين؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقه جديده معاكم النهارده، مكملين في سلسله الفيديوهات القصيره اللي وعدنا حضراتكم بيها. معانا حلقه جديده النهارده في سوره يونس، الايه رقم 7 و8. ربنا عز وجل بيقول: ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ربنا عز وجل الصورة يعني ايه، في آيات بتبقى موضحة وشرحة نفسها بنفسها. بيقول هنا ان الناس اللي اطمأنت بالحياة الدنيا يعني ايه، اخلد للحياة، عايز يعمر وعايز يبني. وربنا بيقول لك ان ده مش غلط، اعمل كل ده بس خلي دايما الاخره ليها الغالبيه. يعني هنقسمها نسبه وتناسب، يبقى 70 اخره 30 دنيا. ما تبقاش كل حاجه. في ناس لما بتستفحل في الدنيا وتلاقيها ناجحه ومجتهده ومعاها فلوس، وتلاقي امورها كلها متيسره من جوانب كتير او من جميع الجوانب، يعني ايه، باذن الله. بس بتلاقي في الاخر هي اشترت الحياه بالاخره، هي ضيعت الاخره قصاد ان هي تاخد هذه الحياه اللي هي يعتبر ايام معدودات عند الله عز وجل، مهما علت او مهما ايه نقصت. طيب اللي اطمأن بالحياة وخلد فيها وعمال طبعا يزداد في النعم، ويزداد في البناء وفي التقدم الدنيوي، ده يعتبر كله ده ايه، بعد عن الله عز وجل بطريقه غير مباشره، في حين ان الشيطان بيزين له انه ده نجاح. والذين هم عن اياتنا غافلون، هو غافل حتى عن ايات الله. ايات ربنا عز وجل بتخلي لك شايف السيناريو من كل النواحي، انت هنا فين وانت بعد كده هتروح فين، مش هنا بس وخلاص زي ما اي كتاب في الدنيا بيوريك هنا وهو في الاخر عن الاخره في غفله. ربنا قال لك النتيجه بتاعتهم ان دول مأواهم النار بما كانوا يكسبون. طب ده ناجح، ده مش يعني مش كل واحد تلقاه ناجح كل مهنه تلاقيه عمال يتربح اموال طائله تقول ده خلاص هو ده الفوز العظيم. لا لا لا، ربنا يوضح لنا. ندخل في حلقتنا عشان نضيع وقت النهارده. لو انا يا دكتور بالنسبه في مثلا، عايز اقول حاسس ان في الم في اسناني فوق وتحت، ورغم ان انا ببص في كل دروسي ورحت للدكتور بيقول لي ما عندكش تسوس فيهم ولا حاجه. طب ايه السبب؟ السبب في الغالبيه الالم اللي انت بتحس زي صليل ده بيكون في الغالب عندك التهاب في اللثه وانت مش عارف، تبقى ملتهبه جدا فوق وتحت دايما ما تدور حوالين منطقه السنان، او الدروس اللي انت حاسس بيها في الم في الغالب بيكون الدروس اللي فوق السنان اللي فوق وتحت. وبتكون انت عايز تاخد علاج زي ما قلنا، بتنظف الاول وبعد كده بتاخد علاج مضادات التهابات ومسكن الكلام ده بس، وبتخف الموضوع. بيبقى صح فعلا ان السنان سليمه ما فيهاش اي حاجه. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.